السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب بالعكاوي. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. طبعا لما تيجي تنقي ورق العنب بتنقي الورقة الناعمة مش الخشنة، وطبعا بنشطفها كويس قبل السليق، بنشطف في الورق كويس قبل السليق، وبنسلقه في ميه مش مغليه، ميه قرب الغليان كده عشان ما تهريش الورق مني. وبعدين بحط لها ملح ومعلقتين 2 زيت، وانا بربطها من فوق كده علشان ما تتبحترش مني في الحله كده وانا بسلقها. طب مثلا انا عايزه اسلقها من غير العيدان اللي فوق دي، بقطع العيدان وبرصها كده فوق بعضها، وبجيب حله صغيره شويه عن ديت وبسلقهم فيها عشان برضو الورق ما يتبحترش مني يمين وشمال. طبعا في السليق ما بياخدش وقت، هو بس مجرد ثواني في الميه على الجنب ده وعلى الجنب ده، وبنطلعه على طول، وبنطلعهم في مصفى زي ما انتم شايفين كده يصفي الميه اللي فيها. هنعمل بقى خلطة المحشي بتاعتنا. عندنا معلقتين سمنة كبار وكوباية الا ربع زيت، انا بحب الزيت عشان بيخلي رز المحشي مفلفل. وعندنا 3 بصلات كبار وقرن شطة اخضر بنحطه معاهم او احمر، ونشوحهم لغاية اما البصلة تدبر وتصفر. ممكن شوحي بصلتين بس وتسيبي بصلة تقطعيها كده على الخلطة، بتدي طعم جميل قوي. ونحط بقى التوابل مع البصلة، ملح وفلفل اسمر وكزبرة وكمون، وممكن نحط شطة ناشفة لو مش حاطة شطة خضراء. وهنقلبهم كده لغاية ما زي ما قلنا، لغاية ما البصلة تصفر وتدبل. هنحط بقى الطماطم الفرازة بتاعتنا بقى، هنحطها كده ونحط لها كوباية مية ونسيبها تفك وتتسبك. طبعا احنا كنا عاملين كمية كبيرة عشان احنا كنا عاملين كمية محاشي كتير يعني. اما بقى تقرب تتسبك، بنحط لها نص كمية خضار المحشي بتاعنا ونقلبها معاها زي ما انتوا شايفين كده. هنكون بقى غاسلين الرز كويس ومصفينه في مصفى، وبعد كده نحط الخلطة عليه وبقية خضار المحشي ونقلبها كويس بقى. انا بفضل ان انا احط خلطة المحشي على الرز وهي باردة او دافية، مش سخنة بس انا يعني يوميها كنت احنا عندنا عزومة فعاملين كمية محاشي كبيرة فكنا مستعجلين. ونقلبها كويس كده، ولو لقيناها مثلا محتاجة مثلا دهون زي زيت كده او حاجة ممكن نحط لها شوية زيت كمان. هنا بقى هنلف الورق العنب، طبعا بنلفه على الناحية الخشنة، وبعدين نحط الحشوة كده ونقفل من الجهتين اللي هو الجنبين دول، وبعدين نقفل من فوق زي ما انتم شايفين من الجنبين كده، وبعدين نقفل من فوق ونلف على تحت كده. هيبقى الصباع معاكي مقفول من كل الاتجاهات ومفيش رز طالع منه. هنا بقى هنحط في الحله بتاعت، طب احنا كنا حشينا وخلاص وحطيناهم في حاجه خارجيه علشان نجهز الحله بتاعتنا بقى. حطينا بقى الطماطم وورق عنب ما استخدمناهوش وفلفل، وممكن تحطي بصل. وهنحط بقى العكاوي بتاعتنا دي سلقينها كده 3/4 سوا، ومحمرينها في حته سمنه بلدي كده، شوحينها في حته سمنه بلدي وحطيناها على الطماطم والفلفل اللي احنا حاطينه، وبعدين نرص المحشي اللي احنا حشيناه بقى. نرص رصه حلوه كده بقى في الحله، وطبعا ما نخليش الحله مكتومه للاخر علشان المحشي ياخد براحه بقى في السوا. زي ما انتم شايفين كده حشينا هي الكميه اللي حطينا الكميه بتاعتنا. هنكون بقى مجهزين شوربه مغليه زي ما انتم شايفين كده، الشوربه مغليه اهيت. هنحطها بقى على المحشي، هنزود بيها المحشي هنحط طبق كده ونزود بيها المحشي. طبعا هنزود الشوربه لغايه نص الصف الفوقاني زي ما انتم شايفين كده، وهنغطي عليها. واول ما المحشي يغلي ويتشرب هنوطي عليه خالص ونسيبه لغايه ما يستوي على راحته. طبعا احنا كنا عاملين بقى معاه ممبار وكوسه ومحاشي كتير يعني. هنا بقى تشوفوا اللحمه مستويه خالص اهيت، ومحشي كمان ورق العنب مستوي ولا مجلد ولا هو ناشف ولا اي حاجه. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.